ايه رأيكم اعمل النهاردة معاكم مشروب يجنن؟ مش هتبطلوا تعملوه طول الشتاء او طول الموسم اللي هيبقى موجود فيه القرع. مشروب بالقرع والقهوة وفيه كده سبايس كتير تحبوها جدا. بس قبل ما نعمل المشروب ده هعمل لكم الصوص اللي تقدروا تعملوا منه المشروب ده بكل سهولة كل يوم من غير ما يبقى عندكم قرع. في البداية عشان نعمل الصوص محتاجة كوباية من مهروس القرع او البيوريه بتاع القرع، وده ان شفتوا معايا في الفيديو بتاع تشيز كيك القرع انا حضرته ازاي. بجيب القرع عادي جدا وبشويه في الفرن لحد ما بيستوي عندي. بس كده باخد منه كوباية واحدة بس، وده بيعمل لي برطمان حلو قوي زي اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. بحط عليه المية، كل المقادير والمعايير بالظبط هتلاقوها ان شاء الله في صندوق الوصف تحت الفيديو. حطيت البيوري بتاع القرع وحطيت كمان الميه. البتاع ده اللي قدامكم ده اللي هو دبس التمر، ده المحلى. انا اخترت ان هو يبقى محلى طبيعي لاني انا في العادي ما باخدش اي سكر على القهوه، ولكن المشروب ده بيبقى فيه سبايس كده، قرفه وقرنفل وحبهان وحاجات من دي، حاجات كتير كده، وجوز الطيب، فبيبقى شويه مر. فحطيت دبس تمر. تقدروا تحطوا سكر عادي خالص، والسكر كميته هكتبها لكم برضو، ولكن في الاول وفي الاخر بيبقى اختياركم. السكر لازم يبقى موجود في الخلطة لان هو اللي بيديله شوية كرملة كده لما بيتغلي شوية على النار. حطينا بقى شوية من البهارات، قرفة، جوز الطيب، جنزبيل وقرنفل. هسيب لكم ورشة بسيطة قوي قوي من الملح. هسيب لكم برضو كل المقادير في صندوق الوصف زي ما قلت لكم. بس كده بقى، يا اما تحطوا دبس تمر، وقلت لكم تقدروا تحطوا سكر لو عايزينه كمان صحي وما فيش دبس تمر تقدروا تحطوا عسل بس. هقلبه بقى كويس جدا على البارد، هقلبه كويس لحد ما كل البهارات تدوب والقرع كله يتجانس كده، كل المكونات دي تتجانس مع بعضها. وبس اول ما احس ان المكونات كلها اتجانست وبقت سائل كده، هرفعه على نار متوسطة وهفضل اقلب فيه زي ما انتم شايفين كده، البخار طالع منه اهو لحد ما يبدأ في الغليان. اول ما بيبدأ في الغليان بسيبه برضو على درجة حرارة وسط ل10 دقايق بالظبط. بيبقى تحس ان هو تقل كده شوية وبتحس ان هو بقى فيه طعم كرملة، وريحة البهارات بتاعت الموجودة في الخلطة دي فظيعة، طعمها حلو جدا كده. الصوص عندي جاهز. كل اللي المفروض تعملوه واللي انا نسيت اعمله الحقيقة عملته بعد الفيديو، ان انتوا تصفوا الخليط ده، يعني تعدوه على مصفى الاول وبعد كده تنقلوه تاني على البرطمان. او لو انتوا عادي مش يعني مش مفيش اي عقد من ناحية ان يبقى فيه شوية من البهارات موجودة عندكم في كوباية القهوة بتاعتكم، تقدروا تسيبوه زي ما هو. انا يعني حطيت نسيت اصفيه، بس في الاخر عادي بصفي لما بعمل اللبن كده زي ما انتم شايفين، هرجع اصفيه قبل ما احطه في الكوبايه. عشان نعمل بقى اللبن حطيت كوبايه، او المشروب ده عموما حطيت كوبايه من اللبن و3 معالق كبار من صوص القرع اللي احنا عملناه دوت. هقلب بالراحة كده على البارد، وبعد كده هرفعه على النار لحد ما يسخن عندي ويدفى ويبقى خلاص جاهز للشرب. هصبه بقى في الفنجان بتاعه، وتقدروا برضو في المرحلة دي تصفوه عادي خالص لو انتوا نسيتوا تصفوه زي ما انا عملت. هصب بقى اللبن او خليط اللبن بالقرع، وهحط عليه شوت من القهوة. دي قهوة كبسولات عادي، بس تقدروا تعملوا قهوة عادية اللي هي بتبقى سريعة الذوبان دي، وتضيفوها فنجان صغير على كوباية القهوة ورشة قرفة على الوش، ودوقوا احلى طعم. يعني مشروب خطير حقيقي، طعمه حلو جدا. تقدروا بقى تظبطوا السكر زي ما انتوا عايزين. لو انتوا بتحبوا السكر اكتر يعني ممكن تزودوا سكر عادي، او تزودوا عسل لو حابين ان هو صحي اكتر. احفظوا بقى الصوص ده في التلاجة، وقت ما تحتاجوا بتاخدوا منه معلقتين 3 على حسب ما تحبوا، تفوه على كوباية اللبن وتعملوا المشروب اللي يجنن ده. طب لو انتوا عايزين تعملوا في الاول حاجة بسيطة بحيث ان انتوا مش ضامنين هتحبوها ولا لا، بما ان هو بيبقى مشروب عليه توابل، فكل اللي انتوا هتعملوه كوباية من اللبن عليها معلقة من بيوريه القرع اللي هو السادة خالص، وسكر او عسل او دبس تمر زي ما تحبوا، وشوية من البهارات اللي احنا قلنا عليها، القرفة، جوز الطيب،
القرنفل ورشة من الملح، وهسيب لكم برضو كل المقادير تحت صندوق الوصف، وتجربوا تحطوا شوت من القهوة وتجربوا وتشوفوا هيعجبكم ولا لا. بس انا واثقة ان هو هيعجبكم، لان هو مشروب بيدفي جدا، وغير ان هو بيدفي مغذي جدا جدا جدا، لانه فيه مضادات اكسدة حلوة قوي، والقرع والقرفة وكل البهارات دي تجنن الحقيقة. بس لو انتوا طبعا ما حطيتوش عليها سكر واستكفيتوا بالعسل او خليتوه يبقى صحي اكتر. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، واتمنى لو عجبتكم جربوها وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. مع السلامه.